بحضور أفراد الأسرة الثورية باشرت السلطات المدنية والعسكرية لأم البواقي عملية استخراج ونقل رفات شهدائنا الطاهرة والمكتشف حديثا بإحدى المغارات الواقعة بقلب جبل الطارف. هناك وبحسب شهادة أهالي المنطقة سقط في ميدان الشرف العشرات من شهدائنا الأبطال وقد قضوا خنقا بالغاز. الله أكبر. هالجماعة كل كركروهم كركر نحنا ولا وهزونا جابونا لحقنا للجر كيما في البلاصة اللي رانا كنا فيها لقيناهم مجاهدين مبطوحين شهداء مبطوحين سوا بقاو المليح اللي بقات له متر نتاع قماش في رقبته البقية ولا سروال ولا كالس ولا تقشير ولا صباط سوى الدماغ اللي ظاهر البقية كل الدمومات من الغار للجر والصبابط والتقاشر والكالسوات الشهداء بقاو عرايا بقاو غير الدماغ اللي ظاهرين بقاو غير كلاش عذبونا ما عذبونا عطيونا الاسامي نتاعهم سميونا الاسامي نتاعهم هذا كيف يقولوا له هذا كيفاش يقولوا له. احنا رانا في عمليه استخراج الرفات من جبل الطارف بأم البواقي ولنا استدرت العمليه اننا استخرجنا 9 شهداء ربي يرحمهم. عمليه الاخراج كانت بطريقه سلسه وهذا ما اسم على حسب الصورة راهم شهداء ونتمنى من ربي سبحانه يتقبلهم عنده لأنه لاحظنا ريحة المسك تخرج كي جينا نخرجوهم. هذا وسبق لقناة البلاد أن تناولت الموضوع بشكل حصري عشية الفاتح من نوفمبر الماضي والذي على ضوئه شرعت السلطات الولائية في وضع جميع الترتيبات الخاصة بعملية نقل الرفات وحتى دفنها. بحضور أفراد الأسرة الثورية باشرت السلطات المدنية والعسكرية لأم البواقي عملية استخراج ونقل رفات شهدائنا الطاهرة والمكتشف حديثا بإحدى المغارات الواقعة بقلب جبل الطارف. هناك وبحسب شهادة أهالي المنطقة سقط في ميدان الشرف العشرات من شهدائنا الأبطال وقد قضوا خنقا بالغاز. الله أكبر. هالجماعة كل كركروهم كركر نحنا ولا وهزونا جابونا لحقنا ما عذبونا عطيونا الاسامي نتاعهم سميونا الاسامي نتاعهم هذا كيف يقولوا له هذا كيفاش يقولوا له. احنا رانا في عملية استخراج الرفات من جبل الطارف بأم البواقي ولنا استدرت العملية اننا استخرجنا 9 شهداء ربي يرحمهم. عملية الاخراج كانت للجر كيما في البلاصة اللي رانا كنا فيها لقيناهم مجاهدين مبطوحين شهداء مبطوحين سوا بقاو المليح اللي بقات له متر نتاع قماش في رقبته البقية ولا سروال ولا كالس ولا تقشير ولا صباط سوى الدماغ اللي ظاهر البقية كل الدمومات من الغار للجر والصبابط والتقاشر والكالسوات الشهداء بقاو عرايا بقاو غير الدماغ اللي ظاهرين بقاو غير كلاش عذبونا.